ده ست نختي اللي موجود في الغردقة، ملناش دعوة بأي نسخة تانية موجودة في أي مكان في مصر. تمام، هي دي القطعة بتاعتنا ودي اللي احنا بنتكلم عليها. البيع والشراء معانا طريقته معروفة. بعد الاتفاق على السعر هي مكالمة فيديو. مكالمة الفيديو فيها البايع والمشتري والوسطى. مكالمة فيديو جماعية بتتعمل عادي بالواتس، ما فيهاش أي مشكلة. يبقى البايع بيعرض حاجته جنب منه للمشتري، يعني إذا كان في مشتري والموضوع مش كله وسطى، والوسطى بيسمعوا المحادثة بالكامل كده، البايع بيسمع السعر من المشتري مباشرة، يعني مفيش فكرة فرق السعر اللي بتبوظ وبتفسد أي بيع. تمام، عشان بس كل وسيط بيعمل فرق سعر عن الوسيط اللي بعد منه، وفي الآخر البيعة بتبوظ، محدش يقدر يداري الأرقام اللي الناس بتعملها فرق في السعر. إذا اتفقنا على الكلام ده، بعد كده بيجي المشتري ومعاه ناسه ومعاه حد من الوسطاء بفلوسه. تمام، نفرز الفلوس ونعدها، الفلوس سليمة مش مزيفة، كاملة، هو المبلغ اللي اتفقنا عليه مش ناقصة. تمام، خلاص يا باشا، الحاجة بتحضر والراجل بياخد حاجته ويتكل على الله بدون أي مشاكل خالص. أما بقى الهري الشايع في السوق، اللي هم الثلاث طرق بتوع الهري: التصوير بكود وتاريخ، تعالى بالتصوير على تليفونك، هنبعت لك مندوب يقعد على الحاجة ويتصل يجيب فلوس، كل ده هري ما فيهوش لا بيع ولا شراء. ويا جماعة الكلام واضح، بايع ومشتري، والسعر واضح قدام الكل. تمام، والعمولة واضحة قدام الكل، وبنعيد الكلام برضو، اسمها عمولة مش شراكة. يعني الوسطة ما هماش شركاء البايع في حاجته ولا شركاء المشتري في فلوسه. يعني بس عشان الناس اللي بتحلم وبتعيش الوهم ما تضحكش على نفسها، اللي عايز يعمل مصلحة يا جماعة بيمشي في رؤية واضحة. السعر كذا، البايع يا جماعة هيطلع منها عمولة قيمتها كذا، العمولة تتقسم بين الوسطاء، وسطاء البايع ووسطاء المشتري. لو الكلام دغري، الكلام بقى فيه لف ودوران وسعر أول وسعر تاني، ولا ده فلان هياخد كذا وفلان هياخد أكتر من فلان، لا، هو مندوب عن وسطاء البايع ومندوب عن وسطاء المشتري، والعمولة تتقسم بالنص بين الاتنين، ونريح دماغنا أيا كان بقى عدد وسطاء البايع وأيا كان عدد وسطاء المشتري. يا رب يكون واحد هنا و1000 هنا، أو 1000 هنا وواحد هنا، مش هتفرق، هما طرفين، وسطاء بايع ووسطاء مشتري. إذا الوسطاء اتفقوا إن هما 3 أطراف تتقسم على 3 أتلات، الدنيا كده تبقى واضحة من غير لف ودوران. فبنعيد الكلام تاني، أي حد بقى يا جماعة هيتكلم في طرق اللف والدوران بتاعة الكود والتاريخ، تعالى بالتصوير على تليفونك نبعت لك مندوب، ده تضييع وقت، ولا فيه لا بيع ولا شراء. اللي موافق على كلامنا يا مرحب بيه، تمام، واللي رافض الكلام ما يتكلمش في حاجتنا. اللي هيبقى برضو مصر كود وتاريخ، او تعالى بالتصوير على تليفونك، او هنبعت لك مندوب، يبعد عننا خالص يا جماعة، لان مش هنعمل الكلام ده اطلاقا. كل الكلام ده هري، لا فيه لا بيع ولا شراء، بنأكد عليه مرة تانية، ما كانش ومش هيكون.